الخدامه بتستخبى تحت الترابيزه بسرعه لما صاحب البيت بيرجع، واول ما بيرجع بيقول لمراته حضري نفسك بكره عشان عازم مديري في الشغل ممكن يديني ترقيه. وبعد شويه الخدامه بتقول ان جوزك ده وحش شغال في مطار الهجره واي حد ما بيدفعش بيخليه يترحل على بلده غصب عنه. وبتقول لها بس اكيد اي حد ما بيدفعش حق السفر اكيد لازم يعمل كده. وبتقول لها لا اي حد مش بيدفع له رشوه ليه هو بيرحله غصب عنه. وبتقول لها ده بيطلب من كل واحد 2000 دولار ومش بتصدق اللي بتسمعه في جوزها. وبتقول لها انا هكلمه. والخدامه بتمشي من البيت لما بتعرف انه بيته. وبعد شويه بيجي جوزها وبتقول له في بنت بتقول عليك انك بتطلب رشوه ولو رفضوا بتمشيهم على بلدهم. وبيتوتر جدا. وتاني يوم الخدامه بتروح لها وهي بتعيط وبتقول لها حرام عليك انت قلت له ليه لو ضاعف المبلغ وخلاه 6000 دولار وانا اكيد مش معايا الرقم ده. وبيجي جوزها ولا دي كدابه واكيد في حد بعتها عشان تدمر بيتي. وبتطردها بره البيت. وتاني يوم بيوصل المدير بتاعه اللي هو عازمه ومراته بتستقبله وبتقول له ايه رايك في الصور دي؟ اول صوره جوزي بيفسحني في فرنسا، والصوره الثانيه دي العربيه اللي جايبها لي جوزي، والصوره الثالثه دي العود الالماظي اللي جابه لي. ومديره بيستغرب ويقول لها اكيد في حاجه غلط عشان احنا مش بنديله مرتب كبير اصلا. وبتقول له ده العود اللي كان بينصب بيه على الناس وبيطلب من اي حد رشوه ولو رفضوا بيرحلهم على بلده. وبتدخل كمان الخدامه اللي طلب منها رقم كبير وبتقول له ده الورق اللي عايز مني 6000 دولار ولما رفضت قال لي رحلك على بلدك. وبقول لها ما تقلقيش محدش هيقدر يمشيكي. وبقول له انت بقى مطرود ومن بكره البوليس هيكون عندك عشان يتحقق معاك. لو عرفت ان جوزك شغال مش تمام ممكن تبلغ عنه ولا لا.